يا ترى يا مصريين قاعدين عاملين ايه دلوقتي؟ يا ترى الاسبوع اللي فات ده اشتغلتوا كام ساعة؟ يا ترى يا اللي متخرج من كلية الطب لا مؤاخذة اللي في الجامعة المصرية او حتى الاي يو سي، مع احترامي للتعليم في مصر طبعا ملوش اي تاتا مقارنة بامريكا. ها؟ ومش لاقي شغل كالدراسات العليا اللي خدتها او الدكتوراه اللي خدتها او آه قضيت وقتك ازاي؟ مؤخرا قلت لنفسي وعدت نفسي ان انا هليد باي اكزامبل، يعني مش هقول حاجة غير لما اعمل زيها، زي اللي بقوله وانقح. ما اصل ما ينفعش اطلع واتكلم وانصح وانا لما مؤاخذة بضحك على نفسي. فرميت نفسي في شغلانة ملهاش دعوة خالص بالشهادات اللي خدتها، ملهاش دعوة خالص، يعني فيها شوية من الخبرة اللي خدتها في الحياة بس برضو البرودكت نفسها ملهاش دعوة بالخبرة اللي خدتها. الساعات اللي بحطها فيها ملهاش دعوة خالص بساعات الرفاهية اللي انا اعمل فيها رموشي واعمل فيها شعري وسنتف دقني والجو ده. اوكي. اكشلي شغلانة معظم الناس اللي بيشتغلوها رجالة. بتوجع الجسم، يعني جسمك بترجع بيت بتألم، مش هتحس بصوابع رجلك. ف مش واخدين بالكم بقالي فترة ما بحطش صور واتمخطر واتغمضر زي ما كنت بعمل. فالنهارده ببص لنفسي كده في المراية اللي هو صعبانة عليا نفسي، والنبي يا بنتي يا ميدة انتي حلوة وجميلة وناسية خالص موضوع ان انتي بنوتة ويعني وعروسة وعمالة تهري نفسك في الشغل، ان تصحي الساعة 6 وترجعي الساعة 10 وتنامي وست ايام في الاسبوع. هو في ايه؟ هو انتي بجد كده؟ طب ده مش مجالك اصلا. طب دي حاجة جديدة لسه هتتعلميها. طب ده مجال كله رجال، يعني اللي هو طب يعني عارف دقيقة الدقيقة بتاعت اللي هو are you really doing this؟ يعني انت بتعملي ليه كده في نفسك؟ طب ما الظروف والضرورة. طب هو الضرورة، عارف بقى الجو بقى ايه ان الدراما المصرية لما تبدأ والظروف عملت فيا والجو ده كله. فبعدين قلت اتكلم معاكم عشان بجد وحشاني، وعشان من باب ان ايه نخلي بساط احمدي كده، نفكر الناس الايجو المصرية الكبرياء المصري اللي هو اصل انا متخرج دكتور، اصل انا متخرج معرفش ايه وما اقدرش اشتغل ايه والكلام ده كله. افكروا ان في ناس زيك برضو، ولا مؤاخذة يعني برضو متعلمين علام حلو، يعني علام نضيف، مصروف عليهم والله مصروف عليهم كويس، ومن جامعات حلوة تعتبر عالمية. والظروف لما بتحصل بيشمروا وبيشتغلوا، وبنات زي القمر. ده راجل موقفني والله في الإشارة يقول لي انت جميلة، مش ما تشتغليش انت اللي زيك، اقعدوا كده يتدلعوا خلاص. ها؟ وبيقوموا بنزعل ساعات وبنصعب علينا نفسنا ونعيط ويعني مش سهل. بس لا، بس الواحد بيتعب ادم حلال وبيقول يا رب بيتعب. طب ليه لا؟ آه فانا دلوقتي الفيديو ده بالذات عشان افكر نفسي ان التعب اللي انا بعمله انا مش قادره احس بصوابع رجلي. التعب اللي انا بعمله متاكده مليون في الميه انه ربنا هيقعدهولي في حاجه. فنفسي فعلا، انا ما اعرفش انتوا تقولوا لي ايه ولا تبعتوا لي ايه، انا بقالي كتير فعلا مش بفتح المسج خالص، مش عارفه افتح المسج بتاعتي اصلا الخاصه اللي هنا مع اهلي. بس نفسي فعلا تتلحلحوا كده، تحطوا الكبرياء والغرور اللي ملوش لازمه ده على جنب. إيه لو واحده زي معاها ماجستير واتنين بكالوريوس وكان عندها البيزنس بتاعها وي وي وي، وممكن تشمر وتشتغل كده زي الرجاله عادي، وعايشه بره ومش وحشه يعني، يبقى اكيد الرجاله المصريه اللي معروف ان هم رجاله جدعه يقدروا يعملوا احسن مني بكتير. اوكي. ان شاء الله تكونوا بخير. سلام.